البروتين اللي هو الكولاجين اللي هو تفضلوا الدكاتره وقالوا عليه، هو ده اذا جاز التعبير عارف زي الفيلر، اللي هو الفيلر اللي هم بيحقنوه دلوقتي، فهو اللي بيملى الفراغات اللي ما بين الخلايا واللي ما بين الانسجه، فيبتدي بيديها كثافه او بيديها قوام. ده في كل حته في الجسم، في كل حته اللي جوه واللي بره، بما فيها حتى الجهاز الهضمي وكل حاجه. خلينا نتكلم على المنطقه الجنسيه اللي هي ليها علاقه بالعلاقه الزوجيه. فبرضه القناه الجنسيه بتبقى لو في ولادات طبيعيه مثلا اكتر من عاده اكتر من 3، ولكن دلوقتي بنشوفها حتى لو في ولاده واحده. بيبتدي طبعا بقى حاجه على حاجه على حاجه بما فيها السن، بيبتدي يحصل ترهل. الترهل ده بيجي في صورتين، يا اما اتساع في القناه المهبليه وبالتالي بيبقى في مشكله في الاستمتاع ما بين الزوجين، يا اما سقوط في الجدران ده المهبليه. كل ده بيحصل بعد ال 40؟ ده بيحصل ممكن قبل على فكره، قبل بس حسب ان هي الكولاجين اللي الستات عندها خلص بتتعذب ولا يعني، فكل ما السن يزيد. لا، بس مش في كل الستات، في ستات بيبقوا على فكره بيفضلوا كويسين جدا، ما بيحصل يعني ما فيش ماسكين الاحداث نفسهم يعني. الجامده دي. وده على فكره برضو شيء بشيء يذكر، الناس اللي هم اكلهم متوازن وبيلعبوا رياضه ده مش كسيدات، موجود. دول اكتر ناس. احنا هو مش موجود بس خليه يتواجد بقى، يعني يمكن ده منبر نبقى منه نقول ان هو ده اكتر ناس بيفلتوا من المساله دي. فهم الحاجتين دول اللي بيأثروا على العلاقه الجنسيه. الحاجه اللي بعد كده، الحاجه الاهم بقى من الحاجتين دول، انها حتى لو القوام بتاع القناه المهبليه سليم، الجفاف. لان جفاف. الاستروجين لما بينقطع انتاجه، عاده بيبقى فعلا اواخر ال40 او الخمسينات كمان. هو ده اللي بيبقى مسؤول عن النشاط عايزه اقول العالي بتاع الغدد اللي موجوده في جدران المهبل وفي عنق الرحم، اللي هي بتبقى مسؤوله عن التليين او التزليج زي ما بيقولوا يعني. ده يعني جسمانيا، انما نفسيا كمان بعد ال 40 بيحصل تغير. احنا بندخل بقى في سايكل، ما هو لما بندخل في دايره مفرغه بقى، فلما بيحصل كده بتبتدي جوزها بيتذمر، تبتدي تفقد ثقه في نفسها، تبتدي بقى تتفادى اللقاء، تبتدي تحس بنقص في الثقه بالنفس. زي ما في التقرير كان الحقيقه دقيق جدا، ان هي في واحده سالت بتقول ايه، طب ازاي اخلي جوزي ما يحسش ان انا كده، ما وفي احسش ان واحد انا عديت ال ان انا 40. عديت ال 40، او ما يحسش بنظراته اللي هي تبقى زي ما تكون مدينه ليا، انك انت خلاص ما بقيتيش يعني كويسه في الفراش او حتى في الحياه او كده، لان طبعا مجهودها بيقل، بس عظمها انا بيضعف. اظن انه يعني فوق ال 40 ده مش رقم يعني يعني اقصد يعني احنا مثلا شايفين مثلا انجلينا جولي، شايفين مادونا، جوليا شايفين روبرتس لحد النهارده الناس عندها دول فوق 53 سنه الارقام الكبيره. ال 40 ده مش رقم لا هو حقيقي عشان بس كده. بقى رقم مرعب دلوقتي. لا هي ال50 بصراحه، يعني هو دلوقتي هي الدروب او يعني السقوط في بئر الحاجات اللي هي اللي انا قلتها بئر. دي. ايوه. بتبقى بعد يعني خطوه ال50 بعد كده في زحليقه بقى. منحدر. لان هو حتى الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو على فكره وجوده لازم منه مع كل حاجه. بس نفسيا بنلاحظ فعلا تغير في مزاج المراه بعد ال 40. خليني اكمل لحضرتك بس حكايه هرمون النمو دي حاجه مهمه جدا، الناس برضو بتغفلها كتير، ودي حاجه مهمه قوي. هرمون النمو عند سن ال50 بينزل 50%، يعني حتى حفظوها لنا كده زمان 50 50. فلما بينزل 50% بيبقى قدره بقيه الهرمونات وبقيه الانزيمات انها تشتغل بتبقى بتقل 50%. عشان كده هي تتطلب من المراه انها الاستعداد للسن ده، ان هي تكون يعني ما تتخنش، ما تسيبش نفسها تتخن قوي، تظبط اكلها، تلعب رياضه. طبعا الحركه بركه زي ما بيقولوا، اكتر حاجه في الدنيا ممكن تقي الواحد شر اي حاجه هي الحركه.